لكلامك للملقي عن الموازنة وعن عجز الميزانية. يا ريت تحكي لنا أكثر، تشرح لنا أكثر وجهة نظرك حول هذا الموضوع. يا سيدي العزيز، الآن الشارع الأردني قاعد بغلي، والملك فرض ضرائب، وأنا خابر إنه العجز 450 مليون. أنا بقول لك إنه تجاوز 3 مليار اللي فرضوا الملقي. استغل الفرصة. شوف الآن قديش الغلاء رايح يصير، طالما فرض ورفع الأسعار على المحروقات كل السلع رايح ترتفع. الملقي ما بتقبل الحقيقة، بده إنه ناس يجاملوا على سياساته الفاشلة طبعا. طيب سعادتك شو ردك على انسحابه من الجلسة؟ والله برجع له، يعني ما في شيء بيمنعه، انه جوز نفسيته تعبت، انه واجهناه في الحقيقه، انه الحقيقه اللي هي انه الشعب اصبح شخص غير مرغوب وسياساته الاقتصاديه فاشله. فانا بقول له يعني لو انه طالما انه هذا الفشل الذريع قدم استقالته وروح احسن له. طيب سعادتك في نواب بيحكوا بانه الملقي انسحب لانه كان في ضيف جاي على الاردن، كان المفروض يكون في استقباله. ممكن، والله ما بعرف، يجعل يعني ما بهمنا الموضوع انسحاب وشو السبب وكذا كذا، ما بنعرف يعني. الضيف سبحان الله بعد المداخله المباشره طب يعني. هل تعتبر أنه هذا محاولة لإفشال جلسة رفع الأسعار، خصوصا بعد اقتراح زميلك بتأجيل النقاش فيها؟ والله انا ما بقدر، ما بعرف انه شو نوايا زميلي، يعني زميلي له راي، يعني عرفت كيف؟ انه راي بيقول لي خلي الحكومه تتقدم في مبرراتها، وفي لجنه تم تعيينها كذا. ما بعرف، صار عليها جدل داخل المجلس. انا بقول لك يعني خلينا نستمر ونناقش، لانه اليوم كل التوقعات انه تكون الجلسه ساخنه. طب برأيك هناك الكثير يقول في الشارع الأردني أنك وريث إحدى النواب في مسألة سياحة داخل المجلس ومحاولة المقاتلة من أجل حقوق المواطن، شو ردك على هذا انا الشيء؟ والله ان شاء الله انا مع حقوق المواطنين، لاني انا جزء منهم. فان شاء الله وريث ما وريث، هذا ما بندور على بطولات ووراثات، احنا بنطالب في حقوق المواطن الفقير اللي الان الملقي سياساته كلها تتجه، لانه بيعتقد انه تتجه اتجاه هذا المواطن ورايح يقضي على البلد. الملقي سياساته رايح تقضي على الطبقه المتوسطه وعلى ذبح الطبقه ما دون خط الفقر، ورايح يقضي لنا كمان على مين؟ على الطبقه المتوسطه. هذه سياساته. شو إجراءات التصعيدية للنواب حول موضوع رفع الأسعار؟ هل راح توصل أنك تطرح مذكرة طبعا احنا الان انا ومجموعه من النواب اعددنا مذكره طرح حجب الثقه عن حكومه الملك، والان ان شاء الله احنا رايحين نحشد. ومحاولة المقاتلة من أجل حقوق المواطن، شو ردك على هذا انا الشيء؟ والله ان شاء الله انا مع حقوق المواطنين، لاني انا جزء منهم. فان شاء الله وريث ما وريث، هذا ما بندور على بطولات ووراثات، احنا بنطالب في حقوق المواطن الفقير اللي الان الملقي سياساته كلها تتجه، لانه بيعتقد انه تتجه اتجاه هذا المواطن ورايح يقضي على البلد. الملقي سياساته رايح تقضي على الطبقه المتوسطه وعلى ذبح الطبقه ما دون خط الفقر، ورايح يقضي لنا كمان على مين؟ على الطبقه المتوسطه. هذه سياساته. شو إجراءات التصعيدية للنواب حول موضوع رفع الأسعار؟ هل راح توصل أنك تطرح مذكرة؟ طبعا احنا الان انا ومجموعه من النواب اعددنا مذكره طرح حجب الثقه عن حكومه الملك، والان ان شاء الله احنا رايحين نحشد اكبر عدد للاطاحه فيه. نعم سعادتك في مصدر حكومي صرح لصحيفة يومية بأنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة أخرى في خلال هذا العام، وأنه الحكومة حققت مبلغ 450 مليون دينار اللي كانت منشودة له. هل تتوقع أنه هذا الكلام صحيح؟ لا ترد، والله أنا ما بثق في هذه الحكومة، لا هم مراوغين، تصريحات شيء والواقع شيء. بتشوف أنت هذا الرجل ناوي يعني خلص يقضي على الشعب الأردني. أنا بقول لك سياساته خلص ما ظل الشعب الأردني أصلا ما في شيء يقدمه يا رجل، ما ظل عنده اقتصاد، ما مو قوته مش قادر يعني بحارب على قوته، يعني بحكم على الشعب الأردني في الإعدام. صحيح. طيب سعادتك بقرار الملقي باقتطاع 10% من رواتب الموظفين تزيد عن 2000 دينار، شو رأيك والله فيه؟ أنا هذا بتعرف بتحسس منه، بتعرف إنه دافع عن مثلا عن هذا القرار. بتعرف ليش؟ بكرة بقول صداح قاعد بدافع عن حاله وبدافع عن راتبه عن كذا. والله إذا بخدم هالبلد أي قرار إحنا معه، إن شاء الله يأخذوا الراتب كلياته، يعني مين بيفرق معنا إحنا. المهم الشعب بنعيش، ودنا نعيش زي هالمواطن الأردني اللي وضعه أصبح تعيس،
وكذا بنعيش في اي كذا، يقتطعوا راتبنا، يقتطعوا كذا. هذا مش هذا المشكله نوقف انه والله يقتطع كذا، المشكله اكبر من هيك. المشكله يا اخي ما بتحل هالسواليف هذه. المشكلة إنه إحنا بدنا حل جذري، إنه يبعد عن جيوب المواطنين، يروح على الهيئات المستقلة، يروح على الكبريهات، يروح على يرفع على أي قطاع آخر غير المحروقات اللي رايح ترفع كل